ما يملك إلا ما كان زائدا عن حاجتك فهو له، وما كان يقيم أودك فهو لك. يعني بيتك، زوجتك، طعامك، شرابك، هذا لك، ما يستطيع أن يأخذ من شيء. لكن ما زاد عن مالك فعند الفقهاء بعض الحنابلة يرون، وهو يفتي به بعض أهل العلم ويقضي به بعض القضاة، أن الأب إذا أراد من مال ابنه شيء زائد عن، عندك سيارتين، صالون وعراوي، العراوي تودي تروح بها، والصالون تخليه داخل الموتر، داخل الجيب، داخل البيت. أنت عندك سيارتين، يملك أحدها إذا أخذها على صفة التملك والشهادة. جاب اثنين من المشايخ قال ترى الجيب اللي عند محمد، هو وين محمد؟ رايح في أبو غمارتين، هذا تراه لي وقد نقلته إلى ملكي، يملكها. ايش رايكم من علم الشيبان؟ يستاهل. بيض الله وجهكم، كم الله البررة. هذا التأصيل الشرعي عشان ننطلق للمسألة الثانية. إذن الأصل إذا طلب الوالد بالذات أو الوالدة شيء فإنهم يملكونه، مالك منه. الثاني، طيب إذا طلب شيئا زائدا عن حاجتهما وأنت لا تستطيعه، هل يلزمك ذلك؟ مثل يا شيخ، يعني أنا الآن مثلا يقول لك هو عنده، هو غني وقال بسيارة، وعنده سيارتين لا بأس بها. ما عنده سيارة، يمكن عنده ناقة يبيعها، ناقتين يجيب له سيارتين. ايه بس الناقتين اغلى من اثنين من عياله، الله يعظم اجرك. يمكن عياله كلهم بعد، او كلهم نعم، والعجوز معه. هي ما نبغى تجي شايب انت تقول بع ذا الناقه فلانه، بع فلانه واشترها لك، قال يا مخبلك هي، والله يخفها انها هي اسواق انت واخوانك. عاد حلها مع الشايب ذا، ما لها حل لاني يسايره. لكن لو طلب شيئا لا يحتاجه، سياره وعنده سياره وأنا عاجز عنه، يعني طالب جيب 100,000 ريال سعودي، 200,000 ريال سعودي، وأنا ما أملكها حقيقة، هل يلزمك؟ الصحيح لا يلزمك. هو لا يلزمك إلا ما زاد عن حاجتك وهو يريده. لو ما احتاجه زائد عن حاجتك وهو يريده. ولذلك أحبابي البر ما هو؟ لا تجعله يطلب وانت عارف أن نفسه في شيء يبيه، لا توصله لطلبته، لا تخليه يقول لي وأنا أبوك حول لي ولا عطني ولا أنا أفداكم جميعا. لا تخليه يصل يطلب شيء. ولا لا تنظر لإخوانك، لأن ترى بعض إخوانك لسانه طويل ولا انفيست الشينة، ولا تقارن نفسك بإخوانك. والبار يعتقد أن أبوه وأمه ما ولد لهم في الحياة إلا هو، الباقي ما علمه. دكتور فلان والشيخ فلان والقاضي فلان والمهندس فلان، ما عليك منه. فلان أغنى مني يا ابن الحلال.